السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع النهاردة من المواضيع المهمة جدا، واللي لازم كل شخص بيشتغل في أي بيئة عمل يكون فاهمها كويس. في فرق كبير بين unsafe condition و unsafe act، والفرق ده مش مجرد تفاصيل صغيرة، ده ممكن يكون الفرق بين حدوث حادثة خطيرة أو إنك ترجع لبيتك سليم بعد يوم شغل طويل. في الفيديو ده هنتكلم بالتفصيل عن كل مصطلح، هنعرف يعني إيه هو بالظبط، وإزاي نقدر نتجنب المخاطر المرتبطة بيهم في حياتنا اليومية وفي شغلنا. أنا أحمد شعبان، ودي قناة سيفتي ستيب. في مجال السلامة والصحة المهنية مهم جدا نفهم الفرق بين unsafe condition اللي هي الحالة غير الآمنة و unsafe act اللي هو الفعل غير الآمن، لأن كل واحدة فيهم بتمثل نوع مختلف من الخطر اللي بيأثر على سلامة العاملين. أول حاجة ال unsafe condition اللي هو الحالة غير الآمنة، ده بيكون في ظروف أو أوضاع في مكان العمل ممكن تتسبب في إصابة أو حوادث، يعني حاجات مرتبطة بالبنية التحتية أو المعدات أو البيئة العامة اللي بيشتغل فيها العامل. أمثلة على الحالات غير الآمنة: أرضيات مبلولة أو زلقة من غير ما يكون في علامات تحذيرية، وجود أدوات حد أو مواد مكشوفة اللي ممكن تأذي العامل، عدم وجود حاجز حماية حوالين السلالم أو الأماكن المرتفعة، إضاءة ضعيفة في مكان العمل اللي ممكن تأثر على الرؤية، تهوية غير كافية في مكان مغلق وبيحتوي على مواد كيميائية ضارة. مثال عملي: لو عندنا مصنع فيه ماكينة قديمة ومش بيتم صيانته بشكل دوري، ممكن تشتغل بشكل غير مستقر أو تتعطل وتسبب إصابة للعاملين. 2. unsafe act اللي هو الفعل غير الآمن. الفعل غير الآمن يعني أي تصرف أو سلوك بيعمله الشخص بشكل ممكن يؤدي لحادث أو إصابة. التصرفات دي غالبا بتيجي من عدم اتباع تعليمات وإرشادات السلامة أو الإهمال في إجراءات الحماية. أمثلة على الأفعال غير الآمنة: إن العامل ملبسش معدات الحماية الشخصية زي الخوذة أو الجوانتي، استخدام أدوات أو معدات بطريقة غلط، الصعود على سلم غير آمن أو مش مصمم لتحمل الوزن المطلوب، تجاهل إشارات التحذير أو الدخول لمناطق خطرة من غير إذن. مثال عملي: عامل بيصلح سقالة من غير ما يلبس حزام الأمان أو خوذة، ده بيعرضه لخطر السقوط أو الإصابة. الفرق الأساسي ده بين unsafe condition، حاجة خارجة عن سيطرة العامل ومرتبطة بالمكان أو المعدات اللي شغال فيه، ده تصرف. unsafe act من العامل نفسه، يعني تحت سيطرته ويقدر يتجنبه. عشان نحقق بيئة عمل آمنة لازم نشتغل على حاجتين: القضاء على الحالات غير الآمنة زي صيانة المعدات، تحسين ظروف العمل. 2. تدريب العاملين على تجنب الأفعال غير الآمنة عن طريق التوعية المستمرة والتفتيش على سلامة إجراءات العمل. نصيحة أخيرة: السلامة مش إجراء شغل، لكن جزء من أسلوب حياتك. الحوادث في الشغل بتحصل بسبب تكرار نفس الروتين اليومي بدون تفكير. حاول تشوف الأمور بعين جديدة كل يوم، يعني زي ما بتعمل إعادة تقييم لكل حاجة في شغلك، اعمل نفس الشيء في نفسك وتصرفاتك. اسأل نفسك: هل في حاجة أنا واخدها كمسلمة؟ هل في عادة بعملها ممكن تكون خطر؟ السلامة مسؤولية الجميع. السلام عليكم.